بعد ما قدر جينو يفوز على إغريس وحصل على قوة جديدة وعلى جيش الظلال مما فيهم إغريس، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى جينو هيقدر يبقى أقوى ومع فعل أخو هوانج على قتل أخيه؟ ده احنا هنشوفه في حلقة النهاردة. وعلشان ما تقولش عليكم أكتر يلا بينا نكمل ايه الحكاية. بنشوف جينو نايم على السرير وأخته بتتصل عليه وتقول له أنت فين دلوقتي؟ أنت المفروض تيجي اجتماع أولياء الأمور. ويجي المدرسة وبيكون منظره مذهل جدا ويلفت أنظار جميع من في المدرسة، وبيوصل لأوضة المديرة وتقول له أختك ذكية جدا وحصلت على الدرجات النهائية وهي ممكن تدخل كلية الطب. وتقول له في سؤال عاوز أقوله لك، وأنت لو أختك بقت أقوى وجالها صفقة إنسانية وعاوزة تبقى صيادة هل توافق على هذا أم لا؟ وبيرد جينو طبعا لأ، وتقول له إحنا عندنا مشكلة مع أحد الطلبة وهي طبعا صاحبة أخته ويقدر يتعرف عليها ويروح لها. وتقول له مهما المعلمة قالت لك إيه أنا مش هروح المدرسة ومش هبطل مهنة الصيد. ويقول لها جينو أنت طبعا من الرتبة إيه؟ يعني أنت مش هتقدري تكسبي أي فلوس. وتقول له إيه يعني ما أنت برضه من الرتبة نفسها، يعني مفيش فرق برضه. ويقول لها جينو أيوه أنت كسبتي فلوس في المغارات بتاعتنا ولكن ده استثناء فقط. ويقول لها أنا ما جيتش علشان أوقفك. ويقول لها تعالي ورايا. أنت ناوي على إيه يا جينو؟ ونشوف مدير جمعية الصيادين راح المطار ويستقبل واحد من الصيادين، والمصيبة هي إنه أخو هوانج الذي قتله جينو في أحد المغارات بسبب إنه حاول قتلهم. ويقول له أنت ناوي تقعد كتير ولا لأ؟ ويقول له هوانج أنا بكره البلد أصلا، أنا مش قاعد كتير. ويقول له مدير أمال أنت جاي ليه؟ أنت جاي هنا علشان تدور على الاتنين دول مش كده برضه؟ ويقول له أنا هدور على مين؟ أنا أصلا عارف هما فين، ده أنتوا الجمعية عينيكوا على كل حاجة وأنتوا هتوصلوني ليهم. أنا هبدأ بصاحب الرتبة إيه وبعدها صاحبه. ده مستهدف جينو الأول، اوعى تكون فاكر أنت هتقدر توقفني، ده أنت حتة صعلوك. وفي الوقت دوت يعرف رئيس الجمعية أن النمل نما لهم جناحات وقدروا يوصلوا للشواطئ ولكن على هيئة جثث. دي مسألة وقت عندما يعرفون الطيران، وإن قدروا يعملوا كده هيحصل الكثير من الوفيات. ويقول لهم رئيس الجمعية احنا لازم نستعد. وبنشوف جينو وصل لبوابة وبيتكلم مع مدير نقابة النمر الأبيض ويقول له احنا عاوزين ننضم للمغارة. ويقول له طبعا أنا ما أقدرش أرفض ليك أي طلب، وهذه فرقة من المتدربين يعني هم لسه ما عندهمش خبرة كبيرة. وجينو تطوع بمراقبة الفرقة أثناء المغارة وهم عبارة عن 8 أفراد، واحد من الفرقة وهو كيمي تشول من الرتبة A وهو مدافع وهو قائد فريق الهجوم، وهم 5 من الرتبة B و2 من الرتبة C بمجموع 8. مع كنتوا الاتنين تبقوا 10 أفراد. بيكون جينو خايف لا تفشل خطته وكان عاوز يوري لصاحبته مدى قسوة المغارة وخطورتها، ولكن هذا فريق مزدحم وممكن ينجحوا بالعبور أحيانا من هذه البوابة ويبدأوا يدخلوا. وبعد ما يعبروا البوابة بتحصل حاجة غريبة وبيشعر جينو بحاجة، ده في حاجة هتحصل. وفجأة بتتغير لون البوابة إلى الأحمر ويحاول جينو يهرب ولكن ما يقدرش يخرجوا وتقفل البوابة ويعرف رئيس النقابة بالأمر. ونلاقي جينو والباقي في منطقة جليدية وتعالى نعرف يعني إيه البوابة الحمراء، وده معناته بخلاف البوابة العادية هذه البوابات مميزة. هذه البوابات تنقلك العالم منعزل عن العالم الخارجي، يستحيل الخروج منها وحتى الدخول إليها إلا بهزيمة الزعيم أو انكسار ختم البوابة. وكما أيضا الوحوش السحرية في هذه البوابات تبقى أقوى من المعدات. وفجأة بيهجم عليهم حد ويموت واحد منهم وبيكون جينو أنقذ صاحبته، ده سهم جليدي وده معناته وجود وحوش ذكية والصدمة هم جن الجليد والاستهداف أضعف من في الفرقة. ويقول جينو ده أنا لو كنت هنا قبل شهرين لو كنت مت حينها. ويتعصب جينو ويمشوا الجن، وهذا الجن يلقب بسفاح الجليد ويقول لهم كيم احنا لازم نعدي المغارة لوحدنا، مفيش مساعدات هتيجي من الخارج، احنا هنقاتل وحوش أقوى بكتير وانا ما اقدرش اقودكم كلكم لوحدي، ولذلك احنا هننقسم لفريقين عشان فرص النجاة تبقى اكبر. وده فعلا غباء منه، انت كده هتموتهم كلهم، ده الجن ذكي جدا يعني مش اي وحوش. ويقدروا يفكروا وينسبوا كمين برضه. ويخلي جينو وصاحبته قائد للفرقة بتاعتهم ويقول لهم انا مش هاخد اي حد من الرتبة سي او اقل. وتطلب واحدة تروح مع جينو ويوافق كيم وتعرف ان جينو ليس من الرتبة اي، ده اعلى منهم. ويقول لهم هنسلك طريق الخالي من الاشجار وانتوا هتدخلوا الغابات. ويتحركوا وبيشوف كيم اثار مخالب وهي تابعة لدب الجليد، وتيجي مجموعة من الدببة وهي عملاقة جدا وقوية وبيهجم عليهم كيم ويقتل واحد منهم في لمح البصر. وفريق جينو بتقع في منطقة الدببة وتقول لهم واحدة احنا لازم نبعد من هنا بسرعة. ويقول لها جينو انا كنت عاوز كده، ده كده احسن من مواجهة عدو ذكي وهو الجن الجليد. وبيصادفوا دب جليدي ويقابلوا جينو وبيكون رئيس نقابة النمر الابيض وصل وبيقول له مديري في صياد تاني جوه وهو جينو، ده ممكن يتعرض لاستفاقة تانية. ويجي الصياد هوانج ويقول له بايك ايه اللي جابك هنا؟ ويقول له ايه اللي خلاك تدخل واحد من الرتبة ايه وهو جينو؟ ده انا كنت عاوز اقابله مش اكتر، ده انت محظوظ يا جينو، ده واحد من رتبة الامة ما يقدرش يدخل حتى هو كمان البوابة. وبيكون جينو خلص على جميع الدببة ويخيموا شوية، وبيكون جينو بيتجول شوية ويقابل عرين للدببة ويخرج جيش الظلال ويهاجموا على الدببة ويقدروا يخلصوا عليهم، ولكن يظهر القائد بتاعهم ويهجموا عليه ولكن ده يخلص عليهم كلهم في لمح البصر. وتقدم إغريس ناحية الدب ويهجم عليه ويقدر يطعنه في ظهره ويتسبب في العديد من الجراحات. وكان خلاص الدب هيطلق هجومه الأخير ولكن إغريس يقطع راسه. بيقول جينو لو إغريس وصل قتاله ضدي بالسيف لقتل حينها، احنا بمستوى واحد دلوقتي،
ده ممكن يكون اقوى مني لسه. وبتكون فرقة كيم وقعت في كمين من الجن ويقتلوا جميع الفرقة ويهرب كيم رعبا منهم. وكده وصلنا للنهاية. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى جينو هيقدر يتغلب على جن الجليد ام لا؟ ده هنعرفه في الحلقات القادمة.